مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معانا حلقه جديده من الكره العربيه. وطبعا بنتابع دايما اخبار كره القدم العربيه في كل مكان، وبنتابع كمان اخبار الانديه والدوريات العربيه، كمان في بطولات كتيره بتاخدها بقى الانديه العربيه وكمان المنتخبات في هذه الايام والايام القادمه ايضا. هنلقي الضوء عليها ونعرف اخر واهم الاخبار عنها. في بدايه الحلقه برحب بضيفنا الكابتن رامي سعد. كابتن رامي طبعا يعني كان محترف في اكتر من دوري عربي، الدوري الاردني والدوري التونسي وكمان الدوري السوري، وحاليا طبعا هو مدرب في الدوري او في الكره المصريه. اهلا بحضرتك معانا كابتن رامي. اهلا بحضرتك، صباح الفل. سعداء بلقائك طبعا. انا اللي سعيد بتواجد دايما مع حضرتك، ودايما يا رب موفقه ومن نجاح لنجاح دايما ان شاء الله. الله يخليك، شكرا ليك. يعني اكتر خبر لفت نظرك مؤخرا في الكره العربيه كان ايه؟ والله في اخبار كتير جدا في الفتره الاخيره، وخاصه الكره في الدوري السعودي الحقيقه متطوره بشكل كبير جدا، وفي تطور كبير جدا في الدوري السعودي. اخبار عن الحديث عن بعض التداولات الصحف والسوشيال ميديا الحقيقه بتشتغل عليها في الفتره الاخيره، زي إداري الفتح مثلا بينتقد الجهاز الفني والإداري لاتحاد جدة السعودي في المباراة الأخيرة في الجولة 21. الحقيقة إنه رش مية في الملعب قبل المباراة من الأخبار من الأخبار الغريبة. خبر مفبرك طبعا للمدير الفني للزعيم السعودي النصر السعودي. الحقيقة برضو فبركوا بعض الكلام اللي كان بيقوله المدير الفني بشكل مغلوط الحقيقة. فكل الحاجات دي أخبار غريبة ويعني ايه جديدة على الكرة العربية في الفترة الأخيرة، بتلفت نظر الناس بعض الأوقات. طبعا. طيب يعني مجموعه بقى من الاخبار ان شاء الله هنقدمها لحضراتكم عن الكره العربيه، وبيشاركنا فيها كمان يعني زملائنا الاعلاميين العرب اللي بنشكرهم دايما على التعاون معنا والتواجد معنا في الكره العربيه. ونبدا معاكم من اخبار الدوري السعودي، وطبعا زي ما قال كابتن رامي يعني هي كانت جوله التعادلات يا كابتن في صحيح 4 تعادلات في الجوله الاخيره في الجوله 21 الحقيقه، وغريبه ان يعني وغريبة تنتهي بالتعادلات كلها، وكانت كمان لصالح الفرقتين الكبار في الدوري السعودي في الفتره الاخيره. النصر الحقيقه عمل رومنتادا كبيره جدا في الجوله 21، ونادي النصر ماشي بشكل كويس جدا، ودي تقريبا من الرومنتادات يعني المتتاليه في الفتره الاخيره لنادي النصر في الدوري الروشن للمحترفين في المملكه العربيه السعوديه. طبعا يعني نقول كده التعادلات كانت ما بين الخليج والطائي تعادلوا 2-2، الفيحاء والعداله اتعادلوا 1-1، الوحده والتعادل مع التعاون 1-1، وايضا الرائد والشباب اتعادلوا 2-2. كمان كان في مكاسب، يعني ايضا اتحاد جده الحقيقه فاز على الفتح 5-1، نتيجه كبيره جدا ورفع رصيده ل50 نقطه، وبكده قدر يحافظ بقى على فرق يتصدر الدوري بفرق نقطه عن النصر، يعني فرق نقطه عن نادي النصر السعودي. والحقيقه برضو الاتحاد السنه دي بيأدي اقوى مواسم ليه، واحنا برضو طبعا يعني لازم نذكر بقى الاثنين المهمين في العناصر المهمه في نادي الاتحاد، احمد حجازي نجم منتخب مصر وطارق حامد نجم منتخب مصر. الحقيقه الاثنين بيأدوا الموسم ده بشكل قوي جدا وبشكل مميز، ومن العناصر الاساسيه اللي بيعتمدوا عليها، وطبعا بنتمنى لهم التوفيق والنجاح، وان شاء الله تبقى يتوجوا بالدوري السعودي اضافه كبيره جدا للاعبين المصريين في الخارج، وبنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. كان في كمان يعني فوز النصر طبعا على ابها بصعوبه 2-1، وده يخلينا طبعا نشوف يعني كمان ابها قدم مباراه كبيره جدا، كان يعني متعادل، ويعني بصعوبه النصر قدر ان هو يفوز عليه 2-1. فده يخلينا نسال يعني ليه النصر ساعات يعني مع بوجود مثلا كريستيانو معاهم، ولكن النتائج برضو متفاوته، يعني ساعات نلاقيهم بيفوزوا بنتيجه كبيره وبعض الاوقات بصعوبه على مثلا فرق
في منتصف الدوري؟ في الفترة الأخيرة هم كان عندهم في تقريبا في آخر 4 جولات كانوا بيبقوا خسرانين في بداية المباراة وبيرجعوا برومونتادا 4-1 3-1 2-1 في ده بفضل الجولة الأخيرة. رونالدو هي دايما ممكن رونالدو شويه بيعطل اللعب بتاعهم، لان هم كل اللعيبه اللي حواليه بيبقوا عايزين يدوا له الكوره، فممكن يعطلوا طريقه اللعب للفينش على الجول، فبالتالي ممكن تعطل شويه التهديف. طب ما ده برضه ده سلبي بالنسبه لهم يعني دي حاجه سلبيه، دي حاجه سلبيه، ولكن هم كل حد بيتمنى ان هو يعمل باسنج لرونالدو يجيب جول، يبقى هو اللي عامل الاسيست رونالدو. يعني هي الحقيقه نقله كبيره جدا ان للكره السعوديه والنادي النصر ان يبقى متواجد معاهم احسن لعيب. طب اعتماد اللاعبين على رونالدو ده، يعني المفروض ان المدرب بقى يعني يعالج الموضوع ده، ولا هيبقى صعب في وجود طبعا نجم كبير زي رونالدو؟ هو رونالدو يعني الناس دي كلها كانت بتتفرج على رونالدو وهو بيلعب في الدوريات المختلفه اللي لعب فيها، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، يوفنتوس، الانديه الكبيره اللي كان بيلعب فيها وكان بيحقق فيها الحقيقه القاب كبيره جدا، وصاحب القاب يعني اكتر القاب في العالم في تاريخ الكره العالميه يعني. والراجل ده هيبقى يعني ده حق اللعيبه عليه، فهيبقى صعب جدا ان حد يكسر الموضوع ده، لان رونالدو اسمه وقيمه وقامه كبيره جدا الحقيقه، فبالتالي كل اللعيبه بتعتمد عليه بشكل كبير. تمام. كمان بقيه بقى النتائج، كمان كان في فوز للهلال على الاتفاق 3-0، وتعثر الشباب بالتعادل مع الرائد زي ما قلنا. يعني لحد دلوقتي الدوري برضو المنافسة ما بين الاتحاد السعودي والنصر والهلال مؤجل له مباراتين كمان، فبعد المباراتين المؤجلتين لو كسبهم هيدخل في نفس التراك معاهم، وهيبقى في المنافسة وهيبقى الفرق مش كبير جدا، فبالتالي ممكن الهلال يخش، لان الهلال كمان بيمتلك الحقيقه عناصر قويه جدا في الكره السعوديه، ومن افضل الفرق السعوديه والاسيويه والعربيه الحقيقه في الفترات الاخيره. كمان يعني النصر تم يعني تلقيبه بملك الرومونتادا، نادي النصر. صحيح. رسميا يعني. أيوة. الصحافه والاعلام السعودي، لانه دايما زي ما حضرتك قلت بيقلب يعني هزيمته او تعادل مثلا لفوز. هو في الفترة الأخيرة لما بيدخل في جول تقريبا في آخر 7-8 جولات كانت النتيجة دايما بتبقى مش لصالحه في البداية، وبيرجع يقلص الفارق لصالحه، فبالتالي لقب بملك الرومونتادا في الدوري السعودي في الفترة الأخيرة. كمان قدر النصر ان هو يعني يحصل على لقب أقوى هجوم في الدوري السعودي طبعا ب 44 هدف طبعا، بفارق هدفين عن الشباب و4 عن الاتحاد. كمان تاني أقوى دفاع لنادي النصر أيضا، استقبل 12 هدف بس بفارق 5 أهداف أقل عن الاتحاد المتصدر، وفي الوصافة هو دلوقتي زي ما قلنا 49 صحيح. النقطة. كمان من أخبار بقى الأندية والدوري السعودي، إشادة المحافظ يعني بنادي بالجهد المبذول من نادي الليث، وتكريم كمان نادي الليث السعودي ومجلس ادارته، لانه طبعا قالوا ان هو يعني بيخدموا المجتمع وبينشروا الرياضه وبينشروا الوعي الرياضي بشكل كبير في المحافظه وكمان في السعوديه بشكل عام. وتم تكريم طبعا رئيس مجلس اداره نادي الليث الاستاذ عبد الله البصراوي، واحنا طبعا بنتقدم ليه بالتهنئه. والنادي الليث السعودي هو واحد من الانديه طبعا الطموحه واللي بتكافح طبعا في الدرجه الثانيه. وانا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان ده الطبيعي بتاع المفروض الانديه تقوم بيه، اللي هو الخدمات المجتمعيه وتطوير الوعي الرياضي وفي المجتمع العربي، لان الرياضه الحقيقه هي عامل مؤثر كبير جدا في الفتره الاخيره، فبالتالي بنشكر طبعا نادي الليث ومجلس ادارته الحقيقه على الجهود المبذوله في انتشار الوعي الرياضي والثقافه الرياضيه وتنميه المجتمع بشكل عام. بنشكرهم طبعا، ولازم ندعم الفكره، ولازم دي الفكره السائره في الفتره الاخيره المفروض تبقى في كل الانديه الحقيقه، تشتغل على الخدمات المجتمعيه بشكل طبعا كبير، والوعي الرياضي وانتشاره في المجتمع، دي حاجه مهمه جدا الحقيقه.
زي ما تعودنا طبعا مع اخبار الكره السعوديه لازم ننتقل الى المملكه العربيه السعوديه ونستقبل طبعا اتصالنا مع الاستاذ عثمان الشلاش الصحفي والناقد الرياضي السعودي، ويكلمنا بقى عن يعني اهم اخبار الكره السعوديه، ونقول له مساء الخير، اهلا بيك يا استاذ عثمان، وسعداء طبعا بوجودك معانا دائما، ورمضان كريم عليك. ونتكلم اكتر كده عن مجموعه الاخبار اللي احنا اتكلمنا فيها عن الدوري السعودي وكمان الجديد اللي موجود في الكره السعوديه هذه الايام. اهلا استاذه رانيا، واسعد الله مساك بكل خير، وتحيه طيبه لك ولمتابعي برنامج رياضه اونلاين بالعربي. واستغل هذه الفرصه لاقدم التهنئه لك شخصيا ولضيفك العزيز وللزملاء في القناة ولمتابعي برنامج رياضة أونلاين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. أسأل الله العلي القدير أن يجعله شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية وعلى الشعوب العربية عامة والشعب المصري على وجه الخصوص. رسالتنا اليوم أستاذة رانيا سنتحدث فيها الحقيقة عن الفرق الصاعدة لدوري الدرجة الثالثة السعودي، حيث تأهلت أندية المزاحمية والهلالية والغزوة والمحمل والهدى والسلام والاعتماد ومنيف ونادي الأسياح ونادي حقل إلى دوري الدرجة الثالثة. اليوم سيكون تركيزنا على ناديي الغزوة من محافظة بدر ونادي الاعتماد من ستير. أخذنا استطلاعات هذا الدوري، وهي سياسة اعتدنا عليها في البرنامج لمنح كل الأندية السعودية والعربية حقها من هذه التغطية. الحديث أيضا أستاذ راني عن دوري روشن للمحترفين، حيث حقق النصر فوزا صعبا على أبها 2-1. الرائد يفرط في مباراته أمام الشباب ويهدي نقطة ثمينة للشباب، وتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين للشباب وهدفين للرائد. الهلال يكتسح الاتفاق الجريح بثلاثية كبيرة. عميد الأندية الاتحاد ينفرد بصدارة الترتيب ويحقق فوزا كبيرا جدا على الفتح في الأحساء على الأرض وبين جماهيره بخمسة أهداف نظيفة. الوحدة يتعادل مع التعاون، وضمك يؤمن نفسه بنقاط الباطن. الفيحاء يقتل الفرحة للعدالة ويحقق التعادل في الدقائق الأخيرة. بعد نهاية هذه الجولة أستاذ رانيا، وهي الجولة 21، ينفرد نادي الاتحاد بصدارة الترتيب ب50 نقطة. النصر يأتي ثانيا ب49 نقطة. الشباب يأتي ثالثا ب44 نقطة. الهلال ب39 والتعاون ب35. هذا أبرز ما لدي أستاذ رانيا. الدوري السعودي سيتوقف لفترة الحقيقة ثم يعود الركض من جديد. كل الأماني لكم وقبل أن ونحن نستقبل نفحات شهر رمضان المبارك، كل الأماني لكم بصوم مقبول يكون شهر خير وعبادة وطاعة. تقبلي تحياتي وشكرا لك ولضيفك العزيز ولمتابعي برنامج رياضة أونلاين بالعربي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا نبارك لأهالي محافظتنا التاريخية محافظة بدر وكل محبيها هذا الصعود والإنجاز، وإن شاء الله من إنجاز إلى إنجاز ومن درجة إلى درجة. حقيقة تأخرنا شوية في الصعود، لكن حاولنا السنتين الماضية وكنا الأجدر، لكن التوفيق جانبنا. هذه السنة الحمد لله بارك الله وصعدنا. استعدينا بدري، تعبنا كثير، سهرنا، اشتغلنا، جهاز فني جديد الحمد لله توفقنا فيه. إن شاء الله في السنوات الجاية إن شاء الله حنكون في الدرجات الأعلى إن شاء الله. حنشتغل حنتعب. أتمنى من أهالي المحافظة إنه يدعمونا ويساندونا وما هي غريبة عليهم إن شاء الله. شكري أيضا لكل أعضاء مجلس الإدارة اللي يكونوا معنا كثير صراحة، الجهاز الفني، الجهاز الإداري، اللاعبين،
جهود بذلت، تضحيات حصلت، والحمد لله تتوج هذا كله بهذا الانجاز. نرجع ان شاء الله مكاننا في البدايه، مكاننا الطبيعي في الدرجه الثانيه، حنرجع للدرجه الثانيه ومنها الى الاعلى ان شاء الله. نشكر قناه النيل على هذه الاستضافه، ونتمنى لنادينا التوفيق للقناه وللجميع، وبارك الله، والسلام عليكم ورحمه الله. طبعا عايز اقول الف مبروك لاهالي بدر وجماهير بدر على الصعود، وفي البدايه هم اصحاب فضل علينا، سواء كانوا واقفين جنبنا هنا في المحافظه او خارج المحافظه وكانوا بيدعمونا على طول. شكر ايضا للاداره برئاسه الاستاذ خالد الصبحي والنائب بتاعه الاستاذ سعد والمدير التنفيذي الاستاذ وليد سلاب. الناس ديت بصراحه وقفت جنبنا وساعدتنا كتير. طبعا النجاح ما ينسبش للمدرب او لفرد، النجاح ينسب للمجموعه كلها، ولولا الناس ديت احنا ما كناش قدمنا شيء. شكر ايضا للاعيبه الرجاله اللي هم ما سابوناش في اضيق الظروف يعني. وعايز اقول كمان ان النجاح والصعود دوت جه من رحم الصعاب، ما جاش بسهوله. الاداره كانت حكيمه جدا في ظل الظروف الصعبه اللي مر بها النادي، سواء النواحي الماديه او عدم الدعم. الناس وقفت معانا وفي ظهرنا بحكمه، قدرنا ان احنا نعدي. بشكر زملائي في الجهاز الفني اللي ما سابونيش لوحدي، كل واحد كان في مكانه مؤدي دوره بنجاح. قاتلنا الحمد لله بفضل الله. كنا من الثمانيه الاوائل اللي صعدوا على طول، ما استنوناش مباريات الملحق. شكرا وتقديري لجماهير بدر العظيمه اللي زي ما بقول ان هم كانوا بيساندونا هنا في ملعبنا في بدر، ما كانوش بيسيبونا حتى خارج المباريات الخارجيه، ما كانوش بيسيبونا، كانوا بيدعمونا على طول. ان شاء الله باذن الله احنا شغالين على خطه طويله المدى وخطه قصيره المدى. الخطه طويله المدى هو الصعود للثانيه والاولى، الخطه قصيره المدى هو ان احنا كنا نصعد السنه دي باي طريقه للدرجه الثالثه، والاتفاق مع الاداره ان احنا نثبت بس الموسم الجاي في الثالثه، وبعد كده ان شاء الله بننطلق للثانيه والاولى وبنعمل فريق كويس يشرف محافظه بدر. وتحياتي لحضراتكم والف شكر للاستضافه الجميله ديت. بشكر قناه النيل وزمايلي فيها بنشكر طبعا الاستاذ عثمان الشلاش على مجموعه المعلومات اللي قدمها لنا النهارده المهمه عن الدوري السعودي. كمان بنبارك طبعا لنادي غزوه الرياضي، صعدوا طبعا. مبروك لكابتن محمد فاروق الحقيقه، بالتوفيق ان شاء الله في الدرجه الثانيه. خالد الصبحي كمان رئيس النادي الحقيقه اتكلم كويس جدا على مرحله الصعود وعلى اداء الفريق وعلى المدير الفني وعلى التعاون الحادث بين المدير الفني واللعيبه. وفي نفس الوقت كمان كابتن محمد فاروق الحقيقه برضو الراجل بيتكلم بشكل عام ان الشكر موصول للكل، ان مفيش حد، هو المدير الفني مش هو اللي صعد الفرقه، ولكن جروب العمل كامل من مجلس اداره، اللاعبين، لمديرين تجهيز، لكل الحقيقه المنظومه بتبقى قايمه على الفوز او الصعود. بنتمنى له التوفيق ان شاء الله في الدرجه الثانيه، وان شاء الله يعني يحقق الصعود من الدرجه الثانيه لدوري المحترفين ان شاء الله. ان شاء الله. الف مبروك طبعا ليهم، وبنبارك لكابتن محمد فاروق طبعا المدير الفني المصري لنادي غزوه، وان شاء الله يعني يقدروا بقى يكملوا الاكتر من كده. يعني الدعم، يعني هو الدعم طبعا المملكه هناك الحقيقه بتدعم الانديه بشكل قوي جدا، فان شاء الله بنتمنى لهم التوفيق ان هم يحققوا ان شاء الله الصعود للدوري الممتاز ان شاء الله. ان شاء الله. بنترك بقى الاخبار الكره السعوديه وننتقل الى اخبار كره القدم في المملكه المغربيه. وتابعنا طبعا قرعه كاس العرش اللي اقيمت مؤخرا، وتم اعلان الجدول للفرق اللي هتقابل بعض على ثمن نهائي كاس العرش المغربي. طبعا كان في مجموعه، يعني في فرق يبقى يعني بالنسبه لهم المباريات هتبقى مباريات صداميه جدا طبعا. بعض الفرق طبعا يعني هتعتبر ان في يعني طار بايت كده، خصوصا ما بينهم، خصوصا حسنيه اغادير والرجاء البيضاوي. يعني قالوا ان هم طبعا يعني منهم طبعا يعني مباريات سابقه، فهيحاولوا ان هم اخر مباراه في الدوري حسنيه اغادير 2-1 هتحمل طابع ثأري شويه، والموضوع هيبقى طبعا هتبقى حاجه قويه جدا وحماسيه جدا. بس احنا عايزين يعني بدل بنتكلم في الكره المغربيه لازم يعني
نعرف الجمهور المصري الحقيقه على الانجازات اللي بيعملها الجهاز الفني المصري بقياده كابتن طارق مصطفى وكابتن سامح اسماعيل وكابتن وليد ابراهيم مع اولمبيك اسفي. مع اولمبيك اسفي الحقيقه بيحققوا الانجاز الكبير جدا في الكره المغربيه. المنافسه على الرابع والثالث والخامس وفرقه الحقيقه كانت بتنافس على الهبوط السنه اللي فاتت وقعدوها في الدوري في مركز متقدم في المركز السابع تقريبا. والحقيقه السنه دي بينافس كابتن طارق بشكل قوي جدا، حتى وصلت لدرجه ان الاداره بقت طمعانه ان هي السنه الجايه عايزه تاخد الدوري المغربي. فاحنا الحقيقه لازم نشيد بيهم وبادائهم الحقيقه داخل المملكه المغربيه والدوري المغربي من الدوريات العربيه القويه جدا. طبعا بنتمنى لهم التوفيق، وكمان يعني في ان شاء الله في المستقبل كابتن طارق ممكن يبقى مدير فني للفرق الكبيره في المغرب في الفتره الجايه، لانه الحقيقه مدير فني كبير يستحق ان شاء الله مكانه كبيره، واتمنى لهم التوفيق. في عروض فعلا ليه، بس طبعا يعني مش عايزين نسبق الاحداث. لا، ما كل الكلام يعني ما فيش بيبقى كلام اثناء الدوري اثناء المنافسات. بعد المنافسات ممكن يبقى في كلام وانتقال ان شاء الله. ومن الموسم اللي فات كمان كان في مجموعه من الانديه المغربيه برضو عرضت عليه، وفي مصر هنا كلموه انديه كبيره كمان، وهو الحقيقه يعني مرتبط بالعقد وبيحترم التعاقد. في رايك نجاح طارق مصطفى مع الدوري المغربي او مع اولمبيك اسفي تحديدا ده راجع لايه؟ هل مثلا يعني قدر يتفاهم مع مجموعه اللاعبين اللي موجودين دلوقتي معاه؟ هو كابتن طارق الحقيقه من الناس اللي بتعرف تكيف يعني تكيف حياتها على الامكانيات المتاحه، مش من المدربين اللي بتعمل بيبقى رايح بشكل عايز وعايز لا، هو مش بيعمل كده. هو بيكيف نفسه على المتاح من خلال الامكانيات ويبدا يشتغل عليه، وبالتالي يحقق يعني نجاحات كبيره في المغرب من ايام ما كان متواجد مع كابتن حسن شحاته في الدفاع الحسني الجديد، وبعد كده هو مدير فني ليه. فالحقيقه بيقدم عرض هائل الحقيقه للمدرب المصري في الدوري المغربي. وكمان وجوده طبعا كاداره فنيه مساعده مع كابتن حسن شحاته ده اداله خبره كبيره طبعا جدا. هو اشتغل كمان مع ناس كتير، اشتغل مع كابتن حسن شحاته واشتغل مع كابتن طارق يحيى، خبره من وهو الحقيقه شخصيته كمان ان هو بيتعلم وبيدرس وبيطور من نفسه ومحقق رخص التدريب من بدري، الاي والبي والسي وكل الرخص التدريبيه الحقيقه. فده مساعده كمان ان هو يشتغل في اي مكان بسهوله، غير ان هو كمان موهوب، يعني كان موهوب وهو كان لعيب موهوب، والحقيقه في التدريب مدير فني موهوب بيعرف يقرا الجيم ويعرف يكيف الاوضاع زي ما هو عايز، ومحقق انجازات وصلهم لطموح كبير جدا الحقيقه. وكمان النقطه الثانيه ان عندهم هم في المغرب كمان حته الفكر انه بيدوا فرصه. طبعا يعني لو نلاحظ مثلا وليد الركراكي خد فرصته مع الوداد وبعدين صحيح. مع المنتخب المغربي. اتكررت يعني السيناريو ده اتكرر كتير جدا. فكر الادارات الفنيه في المغرب متطور شويه، يعني نقول ان هو يعني مش بيتسارعوا حتى ويلغوا مثلا التعاقد لو فرقه نتائجها ما كانتش جيده. يعني في منهم بعض الادارات الفنيه الحقيقه عندهم فعلا احترافيه في الاداره. المغرب تطورت في الكوره مش في يوم وليله ومش بصدفه خالص. بالعكس، ده هي طورت بدراسه، والدراسه بتقول ان الشباب هو اللي يقدر يطور وهو اللي يقدر ينقل المنظومه بشكل مختلف. فبالتالي الاعتماد على الشباب في اي منظومه بتنجحها. ليه؟ لان الطاقه بتبقى موجوده، القدرات على الابتكار موجوده، الدراسه والعلم المتطور طول الوقت بيحاول يطور من نفسه ومن ادائه. فبالتالي هم عندهم البلان بتاعتهم ان هم عايزين يوصلوا لمرحله كويسه. احنا عايزين نوصل حاجه كويسه في كاس العالم، فوصلنا لرابع عالم، فدي انجاز ما بعده انجاز الحقيقه اول دوله عربيه تحققه. موضوع الوعي والنشء عندهم الحقيقه متطور، عندهم اللعيبه بتلعب درجه اولى من سن صغير. الاحتراف باب الاحتراف الحقيقه في المغرب مفتوح من بدري. مفيش حته ان انا عايز فلوس من اللاعب وهو لسه صغير، انا ما عندهمش الثقافه دي. هو عنده ثقافه ان اللعيب يتنقل لانديه او ينتقل لانديه كبيره في اوروبا، يكتسب خبرات وثقافات ويبقى لعيب عنده زي المنتاليتي بتاعت محمد صلاح دلوقتي في الكوره، مختلفه عن كل الجيل بتاعه. فهم الحقيقه بيساعدوا على ده وبيساعدوا على التطور ده. فبالتالي هم عاملين خطه كبيره لتطور المدربين الشباب في المغرب، بحيث ان هم يوصلوا المنظومه لابعد كمان من رابع عالم في الفتره اللي جايه.
ودولة المغرب الحقيقة دولة مملكة المغرب الحقيقة مملكة متطورة، وبيحاولوا يساعدوا المدربين الشباب بقدر الإمكان. نقول كده نتائج القرعه سريعا: الفتح رياضي هيقابل اولمبيك اسفي، الدفاع الجديدي هيقابل شباب ابن جريج، شباب هواره ضد نهضه المزامره او عفوا نهضه الزمامره، الفتح البيضاوي هيقابل شباب المحمديه، الجيش الملكي لقائه امام استاد المغربي، حسنيه اغادير هيقابل الرجاء الرياضي، اتحاد طنجه يقابل الوداد الرياضي، واخيرا اولمبيك خريبكا يقابل نهضه بركان. كمان من اخبار الكره المغربيه او المنتخب المغربي بقى واعضاء المنتخب المغربي بعد اصابه طبعا ياسين بونو المحترف ضمن صفوف اشبيليه الاسباني. بونو يطمئن الركراكي بعد اصابته الخطيره. طبعا اطمئن وليد الركراكي المدير الفني المغربي على صحة ياسين بونو بعد الإصابة اللي تعرض فيها في مباراة الميريا ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الليجا، والإصابة تطلبت إخراج ياسين بونو من الملعب، وأخرجوه طبعا على نقالة لأحد مستشفيات المدينة، قعد فيها تقريبا 48 ساعة للتعافي وبعدها خرج. كان طبعا يعني في أكيد اتصالات من المنتخب المغربي على رأسه طبعا وليد الركراكي، وقال إن ياسين بونو طمأنه بجاهزيته للمباريات المقبله، لان طبعا عندهم وديه مهمه جدا امام البرازيل وامام بيرو صحيح نهايه شهر مارس. وقال ان الجميع يعلم ان بونو يعني مهم للمنتخب المغربي، هو الحارس الاول، ولازم نطمئن عليه ولازم نطمئن كمان على جهوزيته، لان الموضوع مش محتاج يعني نقول اي تقصير معاه. الحقيقه ياسين بونو من يعني هنقول الحارس رقم 1 في الوطن العربي بالنسبه للمنتخبات، من الحراس المهمه جدا في الدوري الاسباني وفي اوروبا، وحارس له ثقل قوي جدا مع الفريق بتاعه في اشبيليه الحقيقه. واصابته قدام الميريا كانت من الحاجات يعني الخطره اللي تعرض لها. هي كانت فين الاصابه تحديدا؟ في رجله. في رجله. وكان كمان من المهم جدا تواصل المدير الفني يبقى متواصل طول الوقت مع اللاعبين المحترفين والاطمئنان عليهم. ده بيدي كمان انطباع وثقه كبيره جدا من الدوله، لان طبعا المدير الفني بيمثل الدوله بالنسبه للاعب، فبتبقى من الحاجات المهمه جدا التواصل المدير الفني مع اللاعبين المحترفين، بيديهم ثقل وبيديهم ثقه كبيره جدا ان هو الناس مركزه معاك ومهتمه بيك، وطبعا بنتمنى له التوفيق لانه من الحراس المهمه جدا في الوطن العربي الحقيقه. ان شاء الله نتمنى له الشفاء قريبا باذن الله. ننتقل الآن مع زميلتنا الإعلامية المغربية سامية الكربة، وطبعا النهاردة الحقيقة يعني هنقدم سبق جميل جدا للبرنامج. هيكون معنا من خلال طبعا لقاء الإعلامية سامية الكربة واحد من أهم حكام الوطن العربي حاليا، ولسه طبعا يعني كنا شفناه وشفنا أداؤه في مونديال قطر، وكمان في خلال الدوري المغربي وبطولات إفريقيا المختلفة بيحكم على أعلى مستوى، معروف طبعا لمصر والمصريين لأنه حكم طبعا للأهلي والزمالك قبل كده في البطولات الأفريقية. هو الحكم المغربي المونديالي الدولي رضوان جيد، اللي بينورنا وبيشرفنا الحقيقة خلال حلقة الكرة العربية النهاردة. سعداء جدا بهذا اللقاء، وسعداء ان احنا هنسمع من واحد من اهم حكام الوطن العربي حاليا وطبعا الكرة المغربية، تاريخ كبير واسم كبير. ان شاء الله نتمنى يعني تواصل هذا الاداء المتميز طبعا لكابتن رضوان جيد مع عالم التحكيم العربي والعالمي. مساء الخير سامية، اهلا بيكي معانا. بنشكرك طبعا على اللقاء الحصري والسبق الرائع اللي طبعا بتقدميه لينا النهارده من خلال حوارك مع الكابتن او الحكم الدولي رضوان جيد، بنشكرك جدا عليه. ونقول مساء الخير كمان لكابتن رضوان جيد منور التلفزيون المصري، ونسمع منكم بقى الحوار الجميل اللي طبعا بنقدمه لكل محبي الكرة المغربية والعربية. يسعدنا في هذا المباشر لبرنامج الكرة العربية أن نستضيف أصغر حكم مغربي دولي وطني له شهرة واسعة وكبيرة في العالم الكروي والعربي والمغربي أيضا، وخاصة بمصر.
إنه الحكم رضوان جيد هو الحكم المثير للجدل، له صدى واسع منذ سنة 2009 ومساره التحكيمي بدأ سنة 1993 حيث حصل على الشارة الدولية على كأصغر حكم دولي أصوله من مدينة أكادير. أهلا وسهلا بك رضوان جيد. في البداية حدثنا عن كيف كانت مشاركتك في التحكيم خلال مباريات الأهلي المصري والزمالك. السلام عليكم. أولا تحية طيبة وكنبغي نرحب بها عندكم. بالنسبة للمباريات تاع الأهلي والزمالك الحمد لله زعما قد العديد من المباريات تاع لا أهلي ولا زمالك. للصدفة كانت أول مباراة دولية عندي في المجال الدولي كانت كانت مباراة تاع الأهلي مع غانرز في أبريل 2010. كانت هذه أول مباراة دولية رسمية كانت في مصر في الشقة مصر، وكانت بالنسبة للأهلي. بعد منها لعبت بزاف تاع مباريات لا الأهلي ولا الزمالك. جوج المباريات اللي كيبقاو للذكرى والتاريخ هي المباراة الشهيرة ديال درمان بين الهلال السوداني وأهلي اللي كانوا فيها أحداث من طرف الجماهير، ولكن الحمد لله توفقنا أننا نكملوا المباراة وتمشي لبر الأمان. وكذلك يعني في نفس السنة كانت مباراة شهيرة كذلك تاع الزمالك مع الترجي التونسي، كذلك كانت أحداث مع اللاعبين ومع أمورات لا رياضية كانت وقعت. ولكن الحمد لله أن عموما مباريات ديال الأهلي والزمالك لينا بالقيمة تاع الفريقين. داكشي علاش كيكونوا دائما المباريات كيلعبوا مع فروق كبيرة ولا فروق اللي كتكون متوسطة كتكون عندها أهميتها، وكنحاولوا أننا نسيروها ونتوفقوا فيها إن شاء الله. نعم رضوان، كيف تقيم مستوى الصافرة المغربية اليوم؟ الصافرة المغربية الحمد لله أنا ضد جميع الأصوات اللي كتهضر وكتقول بأنه الصافرة أو التحكيم المغربي يمر بأزمة. هذا يعني كشأننا شأن جميع يعني مجالات التحكيم في جميع الدول لا العربية ولا الأوروبية كذلك كيكونوا هفوات كيكونوا أخطاء. هذا ما نقدروش ننكروه، ما نقدروش نغطيوش بالبال، ولكن كاينين خامات صراحة. كنمروا بواحد الفترة ديال انتقالية بين واحد الجيل اللي غادي يسالي من هنا واحد عامين 3 سنوات على أبعد تقدير، وبين جيل تاني اللي جاي اللي كيحاول انه يقول الكلمه ديالو. وانا كما كنقول وقلت دائما التحكيم المغربي كان وكاين دابا وغادي يكون دائما في احسن في المستوى الكبير. وعندي عندي امل كبير، وعندي الثقه الكامله في الحكام اللي جايين، وان شاء الله غيقولوا الكلمه ديالهم. لدي سؤال، ما هو الفريق الذي ترى انك اخطأت في حقه، وكيف يكتسب الحكم ود وحب الجماهير المشجعة لفرقها خلال المباريات على البساط الأخضر؟ أنا إلا قلت لي الجمهور اللي كسب رضوان الود ديالو يمكن ما غاديش نلقى، لأنه ولكن أنا بالنسبة لي حاجة صحية هذه، لأن إلا كان عندي جمهور ديال فريق كيبغيني وكاينين جماهير، يعني ميم نقدروا نقولوا ان واحد الجمهور ما كيبغينيش، ما كيكونش 100% ديما. كاينين الناس اللي عقلانيين اللي كيفكروا شويه ما كيسبقوش العاطفه، ولا بالتالي ما كتطغاش العاطفه على القرارات ديالهم. كيفكروا شويه بعقلهم، وبالتالي كيعرفوا بانه هذاك القرار صحيح رغم انه ما كيولمش الفريق ديالهم. لهذا انا بالنسبه لي هذه واحد الحاجه اللي هي صحيه، لان مادام انني في جميع الفرق ما كيشجعوش رضوان جيد، وانما رضوان جيد كيقوم بالعمل ديالو مع جميع الفرق وليس العكس. واللي صعيب هو انه حكم يكون عنده لون عارفينه الناس، كيعرفوا هذا كيقولوا هذا لونه احمر ولا لونه خضر ولا لونه صفر ولا لونه هذا. هذه هي اللي صعيبه. اما بالنسبه لي انا طونكو ما عنديش لون، دونك انا بالنسبه لي هذه واحد الحاجه اللي هي جد ايجابيه. ما هي الرسالة التي تريد أن توجهها للمشاهدين على قناة تلفزيون المصري ناسبور والجمهور المغربي والعربي الذي يجهل جزئيات كواليس التحكيم خلال المباريات؟ يعني الرسالة الأخيرة اللي نقدر نقول كلمة ختامية في هذا الحوار الشيق معكم، و بالنسبة للجمهور الرياضي العربي عموما والمغربي خصوصا، وأنه راه التحكيم واحد الهوايه اللي حبيناها ومشينا فيها، وكنقول بانها صعيبه بزاف لان كما قلت لك
الحكم حتى حكم عنده عائله، عنده محيط ديالو اللي حتى هو كيتاثر بالانتقادات وكيتاثر كما كنقولوا حنا بالسب والشتم، وبعض المرات كيوصلوا شي حوايج خصوصا دابا مع يعني مواقع التواصل الاجتماعي، ولا كلشي قريب، ولا كلشي يقدر يتحصل على النمره ديالك، كلشي كيدير. يعني كنتمنى ان الناس شويه ترفع وترتقي شويه بالفكر ديالها، وتعرف بانه حكم حتى هو كما قلت من قبل انه كيجي كيدير غير خدمته. نعم، شكرا للحكم الدولي رضوان جيد على قبولك الدعوة لقناة. يعني طبعا احنا بنشكرك جدا سامية الكربة على الحوار الرائع ده مع كابتن رضوان جيد. تدينا فرصة طبعا من خلال الكرة العربية ان احنا يعني نقدم حصريا هذا الحوار. بنشكرك جدا على نشاطك المتميز جدا يعني في معانا في البرنامج، وبنشكر كمان كابتن رضوان جيد. احنا كنا سعداء جدا ان احنا نسمع منه من خبرته الكبيره في عالم التحكيم. بيشرف المغرب وبيشرف كل العرب الحقيقه في البطولات الكبيره، وكان اخرهم المونديال. وبنتمنى باذن الله نتقابل مره اخرى مع كابتن رضوان جيد من خلال احاديث وحوارات قادمه. بنشكرك ساميه الجربه جدا، ونتمنى لك كل التوفيق، وبنتمنى رمضان كريم عليكي وعلى كل شعب المغرب. اولا طبعا يعني كابتن رضوان جيد، حضرتك قلت لي ان انت بتتابعه جدا متابعه جدا ومعجب جدا بادائه. رضوان جيد الحقيقه يمتلك شخصيه قويه جدا داخل الملعب، ومن الحكام اللي قريب من كل كوره، يعني محافظ جدا على اللياقه البدنيه بتاعته وعلى رشاقته الحقيقه، ودي مساعداك بشكل كبير جدا على اتخاذ القرارات الصحيحه المنضبطه في الوقت الصحيح. زائد انه بيعرف يتعامل على رياكشن لاعب، يعني بيقدر اللعيب اللي محتاج شده بيروح يقابله بشده، واللي محتاج ان هو ممكن يعني ايه يحفزه او يدعمه بابتسامه، يهدي منه شويه، بيعمل كده. فهو بيمتلك شخصيه قويه جدا داخل الملعب. تحركاته في الجيم بتبقى من قريب من كل كوره تقريبا. انا دايما اقول عليه ان هو حكم عربي بطباع اوروبيه يعني. فهو الحقيقه من الحكام المميزين جدا. انا على المستوى الشخصي بحبه جدا، وكنت بتمنى في اوقات كتيره جدا يبقى مكان حكام كتير جدا في النهائيات الافريقيه لبطوله ابطال افريقيا، لانه فير قوي، لانه هو الحقيقه من الحكام اللي ما بيجاملش ودي حاجه مهمه جدا الحقيقه. بنتمنى له طبعا التوفيق والاستمراريه ان شاء الله. نذكر كمان دوره كحكم فار كمان في المونديال. وقدم الحقيقه بعض القرارات الصائبه في بعض جدا واشاد بيه الفيفا. وهو كمان، ما انا بقول لحضرتك، هو الحقيقه من الحكام الشطار اللي بيشتغل على نفسه وبيحاول يوصل لمرحله كويسه، وهو واصل الحقيقه لمكانه كويسه جدا في التحكيم الافريقي والدولي. وبنتمنى له ان شاء الله مزيد من التوفيق ان شاء الله في المستقبل، انه يبقى يعني من افضل لافضل دايما ان شاء الله. انا انتقل دلوقتي الى أخبار الكرة اللبنانية. والبرج بيقلب الطاولة على الإخاء في كأس لبنان. البرج حقق فوز على الإخاء اللبناني بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جرت ما بينهم على ملعب العهد ضمن منافسات ربع نهائي كأس لبنان. وكده تأهل البرج لمواجهة الفائز من مواجهة الصفاء والنجمة. هيتقابلوا طبعا في وقت لاحق في ربع النهائي. كمان البرج بيشارك أيضا في البطولة العربية، وأعلن قائمة نهائية لخوض منافسات البطولة العربية لكرة القدم، حيث يلتقي بالوحدة الإماراتي في الدور التمهيدي الأول من البطولة. وضمن القائمة اللي أعلنها نادي البرج 8 صفقات جديدة على سبيل الإعارة للأندية اللي يعني لنادي البرج. فيعني هنتابع أكيد بقى نادي البرج في البطولة العربية وكل الفرق العربية إن شاء الله في هذه البطولة. ولكن ننتقل الآن إلى بيروت مع زميلنا الأستاذ سامر الحلبي. هيكلمنا على آخر وأهم أخبار الكرة اللبنانية. أستاذ سامر أهلا بيك، مساء الخير، ونقول لك كل سنة وأنت طيب، رمضان كريم. ويعني كلمنا أكتر بقى عن أهم وآخر أخبار الكرة اللبنانية. تحية طيبة إلى كل مشاهدي ومتابعي قنوات النيل الرياضية، وتحية إلى كل الزملاء العاملين في برنامج رياضة أونلاين. اليوم سأتحدث عن يعني عدة أمور حدثت في هذا الأسبوع، سأتناولها سريعا قدر المستطاع. بداية
انطلقت مسابقة كأس لبنان في دورها الربع النهائي، يعني استكملت بالأحرى. فقد فاز فريق شباب الساحل على الأهلي النبطي الصاعد حديثا إلى الدرجة الأولى ب3 أهداف نظيفة، وفاز البرج على الأخاء الأهلي علي 2-1. يعني الفريقين بلغا الدور النصف نهائي بانتظار استكمال المباراتين المتبقيتين. أيضا منتخب لبنان الأول عاود تمارينه تحت قيادة المدرب الصربي ألكسندر إليتش استعدادا لودية عمان. أيضا منتخب لبنان للكرة الشاطئية، طالما نتحدث عن المنتخبات، يشارك في بطولة آسيا المقامة في تايلاند. هو لعب المباراة الأولى الافتتاحية له أمام الصين، خسرها ب4 أهداف مقابل هدف، كان متقدما في الشوط الأول بهدف نظيف. أيضا بالنسبة لأخبار الأندية، فريق العهد بطل لبنان الذي توج بطلا للبنان استخدم لاعبا من الأنصار هو كريم درويش، لاعب دولي. هذه هي يعني أولى استخداماته لهذا الموسم. أيضا بالنسبة لمقررات الاتحاد اللبناني لكرة القدم، الاتحاد توج العهد بطلا، واعتبر الأنصار خاسرا مباراته أمام العهد، التي طبعا المباراة التي شهدت أحداث شغب من جماهير الأنصار، خصم له 3 نقاط. وأيضا علق المباراة الفاصلة التي لعبت بين الصفاء والسلام التي تحدد من سيهبط إلى الدرجة الثانية، هي كانت انتهت بالتعادل 1-1. طبعا الصفاء كان يكفيها التعادل ليبقى في دور الدرجة الأولى، لكن أحداثا أيضا رافقت المباراة جعلت الاتحاد يتريث ويعطي القرار إلى لجنة تعطي قرارها النهائي. ربما هذا الأسبوع سيكون القرار الحاسم. طبعا هذا كان كل شيء. كان معكم سامر الحلبي من بيروت لبنان. بنشكرك أستاذ سامر الحلبي على يعني التواصل معنا من بيروت. إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله يعني الكرة اللبنانية بشكل عام. نبدأ معاكم بقى أخبار مهمة جدا، وخصوصا مع الأندية العربية اللي بتشارك في يعني دوري أبطال إفريقيا. احنا شفنا طبعا يعني لازم نتكلم عن يعني الفرصة الجديدة والأمل الجديد اللي اتجدد للنادي الأهلي. الحقيقة كان سيناريو يمكن الكل كان مستصعب جدا، أو يعني بيقول ممكن ما يتحققش السيناريو ده، إن طبعا يتعادل الهلال مع سان داونز. ففرصة من جديدة هي يعني الأقدار بقى قدمتها للنادي الأهلي مرة أخرى. الحقيقة فرصة كبيرة جدا، والأهلي كمان بيطلب من الدولة إن هي تسانده من الناحية الجماهيرية. طبعا الأهلي بيطلب الساعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام الهلال السعودي. احنا مع إن يبقى في ساعة كاملة للنادي الأهلي. الحقيقة الاستاد يبقى كومبليت، لأن ده هينعكس على الكرة المصرية، لأن احنا الحقيقة بنمر بتدرج لتحت مش لفوق للأسف. فمحتاجين أي حاجة، محتاجين أي حد يساعد ويساند، يقدر يساعد ويساند، يساعد ويساند. الحقيقة الأهلي عنده أمل كبير جدا إنه لو كسب الهلال هنا إن شاء الله، وأنا شايف إن هو ممكن يكسبه كمان 1 و2 و3، مش هتبقى نتيجة، لأن الأهلي الحقيقة لما خسر هناك خسر بسبب الأرض. الأرض والعوامل البيئية مختلفة، واحنا محتاجين كمان كان في شد عصبي شديد، واحنا محتاجين المساندة الجماهيرية للعيبة، لأن الحقيقة لما اللعيبة المصرية دلوقتي بتلعب تحت ضغط جماهيري في الفترة الأخيرة، الموضوع صعب جدا عليهم، لأن اللعيبة دي ما تأسستش تحت الضغط الجماهيري. فاحنا محتاجين إن احنا نعود نرجع الجماهير للمدرجات تاني. محتاجين المساندة القوية جدا للنادي الأهلي في بطولة أفريقيا في دوري المجموعات، لأن إن شاء الله لو ربنا كرمهم وكسبوا المباراة القادمة مع الهلال هيبقى هياخدوا يعني الهلال كسب الأهلي هناك هيبقوا متساويين في النقاط. فلو الأهلي كسب 2 أو 3 هيبقى الموضوع لصالح الأهلي. هي المباراة دي مرتقبة وبتحدد الفريق المتأهل، وهيبقى في ضغط كبير جدا، هيبقى في ضغط كبير جدا 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 على لعيبه النادي الاهلي. طبعا الضغط هيبقى قوي جدا عليهم، لان الموضوع هيبقى ما فيش يعني مش هيقبل القسم على 2.
فبالتالي محتاج ان هو يكسب اكتر من واحد واثنين ثلاثة، فهيبقى الموضوع صعب عليهم جدا. فمحتاجين المساندة والدعم القوي من الجماهير عشان تقدر تحفز اللعيبة داخل الملعب، فاحنا بنساندهم في ده الحقيقة. طبعا يا ريت والله فعلا يعني تبقى الساعة كاملة لاستاد القاهرة، لان هو يعني استاد نقول مرعب. لا وهو يعني الاستاد اللي كل الانتصارات اللي اتحققت فيه منتخبات والانديه المصريه، انتصارات كبيره جدا اتحققت فيه. حقيقه اخر انتصاراتنا كانت 2006 في بطوله افريقيا في مصر هنا. كانت على استاد القاهره. ذكرياته يعني بتدي كمان لينا كده ثقه يعني. طبعا فاحنا بنتمنى طبعا المسانده للنادي الاهلي، لانه هو في الاخر بيمثل مصر طبعا. واحنا لازم نرجع تاني لرياده القاره الافريقيه والكره العربيه بشكل عام. محتاجين مسانده من كل الناس، ان احنا لازم نرجع. بس هي الرياده مش بس بالكلام، احنا عايزين بالعلم، يعني نرجع للرياده، بس نقول ايه بطريقه صح بقى. يعني نسيبنا من المجاملات ونسيبنا من يعني نقول ان احنا ندي ودنا للمشاكل والمشاحنات، ونبتدي بقى بالعلم بقى وبالاداره الصح، لان عشان نرجع رجوع قوي، مش ناخد مثلا بطوله او لقب وبعدين نحطم تاني امال الجماهير بالاداء الوحش للمنتخبات المصريه وكمان للانديه المصريه. عشان نعمل ده حضرتك قدامنا اكتر من حاجه لازم نشتغل عليها في الفتره الجايه. الاتحاد الحقيقه من الحاجات اللي كان عاملها حاجه مميزه جدا، وجاب كلاتنبرج لتطوير التحكيم في مصر، ولكن مفيش اهداف الراجل يشتغل عليها. ان الراجل لما جه اول سؤال ساله لهم محتاجين مني ايه؟ مش عارفين محتاجين منه ايه. فاحنا المفروض يبقى عندنا اهداف نبدا نشتغل عليها عشان نطور فيها. حضرتك انا النهارده عشان اطور المنظومه في عندنا اكتر من حد موجود في الكره الانجليزيه وفي الكره الاسكتلنديه بشكل قوي جدا، منظمين ومطورين للاتحادات. نبدا نستقطب. طب وليه ما يبقاش كمان مصريين؟ يعني هم مصريين حضرتك، هم مصريين قاعدين في واحد كان في كورس معمول قريب هنا في مصر، واحد من اللي طوروا الكره الانجليزيه في اخر 15 سنه والله. وصاحب ناس في الاتحاد للاسف. كابتن حسام غنيم من الناس الحقيقه اللي بتطور في الكره الانجليزيه في اخر 15 سنه. ايوه طبعا. واخدينه في الاتحاد الاسكتلندي دلوقتي ان هم يطوروا في الكره في اسكتلندا. وحد من يعني الناس ابننا سايبينه كده في مش هو في ناس كتير على فكره، في ناس كتير جدا بتدرس ليه ما نستفادش منه يا جماعه يعني؟ هي دي المشكله للاسف. فحضرتك عشان تطوري لازم تجيبي المنظومه كلها تطور، ما يبقاش واحد بس، لان مش هتقدري تشتغلي على واحد بس. هو طبعا المباراه احتمال تبقى يعني احد ايام 31 مارس او 1 ابريل القادم. و يعني طبعا زي ما قلنا ان تعادل الهلال مع سان داونز 1-1 ده ادى طبعا للاهلي فرصه بامتلاكه 7 نقاط خلف الهلال السوداني صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط. كمان من الاخبار كمان اللي تابعناها عن الانديه المشاركه في البطوله العربيه، كان حصل عطل فني طارئ لحق بطائره الوداد بعد تاخر عوده الفريق للمغرب من الكونغو بعد التعادل السلبي مع مضيفه فيتا كلوب الكونغولي طبعا في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. كان في حاله من الارتباك والخوف كده للبعثه. الطياره اضطرت انها ترجع لمطار برازافيل بعد عطل على مستوى الرادار، وبعد كده راحوا احد الفنادق في الجابون لغايه لما المشكله تتحل. وقرر رئيس النادي سعيد الناصري ايفاء طائره خاصه غير اللي يعني سافر عليها اللاعبين من انجولا للكونغو، لان حصل فيها عطل مرتين، فما يعني مش مستريحين بقى ليها. ففي طائره خاصه هتجيلهم من المغرب او ممكن تكون طائره تانية من الجابون هتنقلهم بقى للمغرب. هيغيروا الطياره دي خلاص، مرتين بتعطل. الطيران داخل افريقيا بيبقى فيه صعب يعني في صعوبه كبيره جدا، ووقت الطيران كمان فترات طويله، فبيبقى محتاج طيران بشكل معين. المفروض يعني يبقى فيه تطوير للمنظومه في موضوع الطيران بشكل كبير. كمان شفنا تعادل الرجاء مع فايبرز الاوغندي 1-1 في المباراه اللي جرت ضمن الجوله الخامسه من دور المجموعات. وبعد بقى طبعا التعادل الرجاء كده حافظ على
صداره المجموعه ب 13 نقطه، وتقدم على سيمبا التنزاني الوصيف بفارق 4 نقاط، وضمن رسميا الرجاء الف مبروك ليهم طبعا التذكره المؤهله لربع النهائي طبعا مع سيمبا التنزاني. رايك في يعني الرجاء بيشتغل بشكل كويس، 3 انتصارات متتالية وتعادل مع فايبرز الأوغندي. الحقيقة نادي الرجاء من الأندية العربية اللي بتشارك في البطولة الإفريقية في السنوات الأخيرة بشكل كويس جدا، بيوصل للنهائيات بشكل كبير في آخر 5 مشاركات، فمن الأندية القوية جدا. وطبعا يمتلك الحقيقة عناصر ومجموعة كبيرة جدا من اللاعبين المميزين السنة دي. طبعا تابعنا كمان خروج نادي الزمالك من دوري الأبطال. بعد الخروج بيدرس مجلس إدارة نادي الزمالك توقيع عقوبة مالية مغلظة على لاعبي الفريق، لأن طبعا ده للموسم الثالث على التوالي بيغادر الزمالك من دوري الأبطال من دور المجموعات. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا. ايه المشكلة يعني؟ التخبطات اللي حصلت، التخبطات الإدارية وعدم الاستقرار الإداري وكل الكلام ده، عدم الاستقرار الفني للجهاز الفني، دي من الحاجات المسببات. بيع اللاعبين في الوقت اللي ما ينفعش يتباع فيه، كانت ديت من الحاجات السلبية الحقيقة لنادي الزمالك. اللي بيتعاقد مع اللاعبين للأسف غير قادر على امتلاك العين ان هو يعرف او يقيم اللاعب اللي جاي نادي الزمالك. في لعيبه كتير جدا جت السنه دي نادي الزمالك ما ينفعش ان هي تدخل نادي الزمالك اصلا. طب عقوبه اللاعبين اعتقد ان المشكله اداريه عندهم. مهما اعمل عقوبه، انا اعمل عقوبه واللعيبه اصلا ما بتاخدش فلوسها، هيعمل عقوبه يعمل ايه؟ كل الكلام ده كلام اعلام للاسف. الواقع غير اللي بيحصل. لازم يبقى في اداره فنيه من ابناء نادي الزمالك الكبار اللي لعبوا على مستوى كبير جدا في الكوره، بحيث ان هو يقدر يشوف ويقيم اللاعب اللي يقدر يدخل نادي الزمالك. رقم 2 لازم اطور في منظومه الناشئين. نادي الزمالك يمتلك ناشئين مميزين اعتمد عليهم في الفتره الاخيره. ناشئ النادي الاهلي او النادي الزمالك الحقيقه بيبقى يمتلك قدرات فنيه وبدنيه مختلفه، تاسيسه مختلف عن اللعيبه اللي احنا بنجيبها من الانديه المختلفه. فبالتالي لازم نرجع لقطاع الناشئين من جديد، لازم نطور فيه، لازم نبعد عن المجاملات في الكوره، لان الحقيقه دي من مساوئ الكوره في مصر، مش في نادي الزمالك بس احنا هنقول المثل ان احنا بنتكلم عن نادي الزمالك، في مجاملات كبيره جدا بتحصل في النادي. يعني حضرتك ما ينفعش لعيب يتأيد في نادي الزمالك عشان صاحب فلان او قريب فلان او فلان مستظرفه. لا الموضوع صعب جدا. الكوره في مصر بتنهار بصراحة. للاسف في مصر بتنهار بسبب المجاملات ودخول الاستثمار الرياضي الخاطئ اللي بيتدار بشكل خاطئ في الكوره في مصر. لازم يبقى في تطوير للمنظومه، ولازم يبقى في مسانده كبيره للاهلي والزمالك بالاخص، لان نادي من الانديه الكبيره اللي بتمثل الكره المصريه بشكل كبير في المحافل الدوليه، فلازم يبقى في مسانده اكبر من كده وتدخل من الدوله لاداره النادي بشكل احسن وافضل من كده. مع الأندية العربية المشاركة بقى في الكونفدرالية، نروح نتابع كده أهم نتائجها. فيوتشر المصري وهو حالة من حالات النجاح القليلة في الكرة المصرية يعني. حقق فوز على اسكو كار التجولي 3-0 ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. ألف مبروك طبعا الفوز لنادي فيوتشر، دلوقتي هو رصيده 8 نقاط في المركز الثاني. نفس المجموعة اللي بيشارك فيها الجيش الملكي وبيراميدز. الجيش الملكي بينجح في الفوز على بيراميدز 1-0 في الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية. واستعاد كده الفريق العسكري صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط أمام بيراميدز، وزي ما قلنا فيوتشر 8 نقاط وإسكو التجولي بنقطة واحدة. ولو إن إحنا كنا نتمنى إن فعلا يعني بيراميدز كان ماشي كويس، يعني هذه الهزيمة يعني خلت يعني دايما كنا نقول نتمنى ان بيراميدز يحقق اول لقب ليه بقى في مشواره مع الكره المصريه. دايما الفريق اللي بيمتلك نجوم كتير بيبقى عنده مشاكل كبيره، وخاصه في حته عدم انكار الذات من اللاعبين، بيبقى الموضوع صعب جدا. كل لعيب عايز يعمل اللي هو عايزه، ودي في الكوره بتبقى صعبه شويه. فبالتالي ده بينعكس على الفريق زي ما احنا قلنا في موضوع كريستيانو رونالدو، بس احنا بنتكلم على كريستيانو حاله شاذه في الكوره.
ولكن بيراميدز بيمتلك لعيبه كانت نجوم في اهلي وزمالك. كل لعيب ما بيلعبش للاسف للكيان، بيلعب لذاته، فبالتالي ده بينعكس عن الفريق بالنتيجه السلبيه. يمتلك قدرات وعناصر كبيره جدا وقويه جدا وعلى مستوى عالي من الكفاءه، ولكن النتائج بتاعتهم حتى في الدوري مش بنفس القوه المطلوبه من اللاعبين الموجودين. على الصعيد الثاني الحقيقه فيوتشر بيحقق الفوز، والحقيقه لازم ندي لكابتن علي ماهر حقه. راجل ماشي بخطى ثابته جدا مع نادي فيوتشر، بيشتغل بشكل منظم بطريقه منظمه. الفريق في الصعود من بدايه توليه لمهمه القياده الفنيه، ودي من الحاجات المهمه جدا. دايما بنتمنى المسانده للمدربين المصريين اللي بيحاولوا يشتغلوا على نفسهم بطريقه كويسه. بندعمه وبنتمنى له التوفيق في القادم ان شاء الله. بنتابع الاخبار البطوله العربيه طبعا اللي بدات الادوار التمهيديه فيها، وشفنا الحقيقه مباريات انطلقت ومفاجآت فيها. يعني بتعتبر يعني من المفاجآت كمان فوز الكويت على شبيبه الثوره الجزائري 1-0. صحيح. مباراه جمعت ما بينهم طبعا في الدور الاول لكاس البطوله العربيه للانديه، وهتقام مباراه العوده في وهران 21 الجاري. كمان الجيش الملكي هزم الاتحاد الليبي بنتيجه 4-1 على ارض المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله في ذهاب الدور الاول. واحده بقى من يعني نقول من المفاجآت الحقيقه واللي اتقدمت في الادوار التمهيديه، فوز نوازيبو الموريتاني بنتيجه 4-1 على شباب الاردن في مواجهه طبعا جماعتهم على ملعب الشيخ ولد بديه. والمحرك كمان بيخسر امام السيب العماني 2-0. سريعا تعليق المفاجاه نادي نوازيبو الحقيقه دي المفاجاه القويه جدا بالنسبه لي في البطوله العربيه اللي أقيمت وانطلقت المباراة الأولى من الدوري التمهيدي. نوازيبو الحقيقة مفاجأة للجميع. الكرة الموريتانية بتتقدم، ودي حاجة مهمة جدا الحقيقة، بنتمنى لهم طبعا التوفيق. المباراة كانت ماشية في البداية في أول 5 دقايق لشباب الأردن، في أول دقيقتين شباب الأردن أحرز هدف، وبعد كده الموضوع انتقل لمرحلة تانية خالص، وبدأت بقى نوازيبو الحقيقة أنيابه تظهر، وكسبوا شباب الأردن 4-1، وكانت نتيجة بالنسبة لنا مفاجأة جدا الحقيقة. لو يعني هيمشوا على الوتيرة دي ممكن جدا ممكن يبقوا في حتة كويسة في البطولة العربية. بالظبط، لأن ده هيديهم طبعا دفعة قوية جدا وتحفيز قوي جدا الحقيقة. كابتن رامي سعد، احنا بنشكر حضرتك جدا على التواجد النهارده معانا في الكرة العربية. بقول لك كل سنة وانت طيب، اتمنى لك شهر رمضان مبارك وكريم عليك باذن الله. انا اللي بشكر حضرتك، وطبعا كل سنة حضرتك طيبة، والأمة الإسلامية والعربية والشعب المصري بخير، ودايما يا رب ان شاء الله في صحة وسعادة ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جدا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، بنشكركم لمتابعة حلقتنا النهارده من الكرة العربية، وبنقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. نتمنى شهر خير بإذن الله على كل الأمة العربية. إلى اللقاء.